في مرة رحت محل السوريين فلقيت عندهم وصفة جميلة قوي. سألتهم ايه دي؟ قالوا لي دي اسمها البسبوسة التركي. احنا هنا عارفينها باسم كيكة البسبوسة او اللي هي كيكة الرواني. فقلت لا، ما ينفعش، لازم اشارك معاكم الوصفة دي ونعملها سوا مع بعض. بس قبل ما اكمل الفيديو حابة افكركم، لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا شيف رورو ودي قناتي، بتمنى تدعموني بلايك وكومنت وشير للفيديو. ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا فيها. يلا بينا نشوف هنعمل وصفة النهاردة ازاي. يلا بينا. طيب عندي 3 بيضات، هضربهم كويس بالمضرب لحد لما يتغير لونه ويهيش كده ويتضاعف حجمه مع نص كوباية من السكر. مش حابة ان انا احط سكر كتير، لان طبعا في شربات وفي مهلبية من فوق، فانا مش حابة ان انا اكتر السكر. فانا حطيت نص كوباية من السكر وضربتهم كويس قوي مع البيض لحد ما بقى فاتح اللون كده، وبقى متضاعف حجمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واحط معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعايا كمان كوباية الا ربع من الزيت. هنزلها تدريجيا وانا بضرب بالمضرب الكهربائي. عندي كوباية من اللبن الرايب. لو مش حابين ان كنتوا تستخدموا رايب، ممكن تستخدموا زبادي. معيار كوباية اللي هو المج الازاز العادي، يعني ما يعادل حوالي كوبايتين من الزبادي الصغيرين. بعد كده هضرب ضربتين بالمضرب، ويبقى كده انا نزلت كل السوائل. هنبتدي ان احنا نضيف المواد الجافة. عندي نص كوباية من جوز الهند، وتكون ناعمة مش الخشنة. لو حابين انكم تضيفوا من جوز الهند كوباية مفيش اي مشكلة، بس انا بالنسبة لي نص كوباية مظبوط قوي. بعد كده حطيت كوباية من الدقيق المنخول، والدقيق اللي انا استخدمته هنا هو دقيق الضحى. وهحط كوباية من دقيق السميد او السيمولينا، ويكون الدقيق ناعم مش الدقيق السميد اللي هو الخشن. حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واحط نص معلقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم او اللي هي البيكربوناتو، لان السميد عندي هنا تقيل، محتاج مادة رفع قوية. فانا مش عايزه اكتر البيكنج باودر عن كده، فحبيت ان انا استخدم البيكربونات الصوديوم زي ما بنستخدمه بالظبط مع الكاكاو. هضرب ضربتين مش كتير، وتكون سرعة منخفضة لحد لما يتجمع معايا الخليط. مش عايزه اضرب كتير، وكده بقى الخليط الكيك بالنسبة لي بقى جاهز. المقادير دي عملت لي صينية مقاس 30، وممكن صينية مقاس 28 لو انتوا عايزين الارتفاع يكون عالي قوي. انا بالنسبه لي مقاس 30 كده مظبوطه قوي، لان لسه طبعا احط الطبقه بتاعه المهلبيه. دهنت الصينيه بتاعتي بالزيت دهنه خفيفه. بعد كده هوزع الخليط كويس قوي، وهتدخل فرن حامي مسبقا على الرف الشبكه في النص. وبعد كده اهدي النار ل 180 درجه لحد لما تستوي الكيك. بعد نص ساعه ببتدي ان انا اشوفها، وطبعا كل فرن بيختلف عن التاني. وهنا بعد ما استوت معايا الكيك هسقيها بالشربات الساقع. وهنا الشربات نفس شربات البسبوسة، مقدار المية نفس مقدار السكر. كوباية ونص من المية عليهم كوباية ونص من السكر، وتغلي غلوتين احط رشة من الفانيليا وعصرة من الليمون. بيكون ساقع والكيكة بتكون سخنة. هسيبها بقى على جنب واروح اعمل المهلبية. انا عندي هنا 4 كوبايات من اللبن، وهحط معلقتين كبار من السكر. عايزين تزودوا التحلية عن كده طبعا زي ما انتوا حابين. استخدمت المج الازاز العادي، وهضيف عليهم 4 معالق مليانين من النشا. انا استخدمت المعلقة مليانة قوي، لان النشا اللي عندي مش بتربط بسهولة. اللبن هنا عندي مغلي وسخن، فطبعا مش هينفع ان انا انزل النشا مباشرة وهو سخن. فدوبت ال4 معالق النشا مع حوالي معلقتين كبار من المية. هضيف بقى النشا اللي انا دوبتها في المية على اللبن، وهبتدي ان انا اشغل النار، واكون شغال على النار وسط. وهضرب ضرب مستمر بالمضرب اليدوي. خلي بالكو، انا مش عايزة القوام بتاع النشا تقيل قوي، لان انا مش هحشيها بحاجة او هدخلها الفرن. انا عايزاها تكون قوامها ناعم، وطبعا كل نشا بيختلف عن التاني. ودايما كنت بقول ان النشا لو زادت مش هعرف ان انا احل المشكلة دي. انما لو هي مش زايده معايا، هقدر ان انا ازود النشا تدريجيا.
بعد ما القوام بتاع النشا بتاعي يظبط ويبقى كويس باطفي النار، باحط معلقة كبيرة من الزبدة وكمان احط معلقة كبيرة من ماء المورد. الوصفة دي مش بيبقى طعمها حلو قوي مع الفانيليا، ولكن نكهة ماء الورد في الوصفة دي بتبقى احلى بكتير. بعد كده هقلب الخليط كويس قوي وهضيف على طول المهلبية مباشرة على الكيكة بتاعتي واوزعها كويس واسيبها تبرد خالص في الغرفة من غير ما اغطيها. وبعد كده ببتدي ان انا ازينها، وطبعا التزيين حسب رغبتكم انتوا، وممكن كمان ما تزينوهاش زي ما انتوا حابين. انا زينتها بجزء من الفستق السليم مع فستق المجروش. الفستق ده انا جايباه من غير ملح خالص. بديله كده تحميصة خفيفة كده على أي طاسة تيفال من فوق على نار هادية كده، تقليبتين كده ما بياخدش وقت. وبعد كده ببتدي إن أنا أستخدمه. السنة اللي فاتت عملت معاكم الفستق الكداب. اللي ما شافش الوصفة هحط لكم اللينك في صندوق الوصف، وهيظهر لكم في آخر فيديو النهاردة على الشاشة، بحيث لو انتوا حابين تستخدموه وتزينوا بيه زي ما انتوا حابين مفيش أي مشكلة. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وصفة سهلة وسريعة وطعمها حلو جدا. بتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بالكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم.